الرحمن الرحيم. أعزائي وزمايلي في شركة مطاحن مصر العليا، أهلا بكم. طبعا بكرة إن شاء الله في انتخابات وفي جمعية عمومية. مبدئيا الموضوع ده أصلا مش مظبوط، إن أنا أعمل جمعية عمومية وانتخابات موزعة على القطاعات المختلفة. ده شيء مش مظبوط خالص. أنا بصيت على الميزانية يعني وبعلمي أيام ما كنت في الإدارة المالية، تمام، إن هو حاطط هنا المفروض اللي يتم صرفه في الورقة الثالثة معانا هنا ان هو بواقع 22 جنيه للسهم. هنا من الواضح ان في ناس هيدخلوها اللي هي اشترت من 1/7 لغاية 30/9. ما ينفعش احمل ميزانية على ميزانية كده. ما هو عائد الحصص بلغ اجمالي عائد الحصص المنصرفة لاعضاء الاتحاد خلال المبلغ المالي الحالي وقدره 6,254,754 جنيه لعدد 28 44 52 حصة بواقع 2 جنيه الحصة الواحدة. لو استمر على الصرف للناس اللي انتهت ميزانيتها في 30/6 ده شيء كويس، لكن عشان حضرتك تضيف لي الناس اللي هي اشترت من 1/7 لغاية 30/9 هتنزل العائد بتاعي 18 جنيه، ده ما ينفعش. انك تعمل جمعية عمومية في نفس توقيت الانتخابات ده ما ينفعش. هو حق يراد به باطل ولا ايه بالظبط؟ انا عن نفسي مش هسيب الموضوع ده، ممكن هلجأ لجهات قضائية وقانونية وكلام زي كده. انا حقي العامل عندي وحقي اهم من اي شيء تاني. انا لا مترشح ولا ليا في الانتخابات ولا اي حاجة، لكن بدور على حق لزمايلي جميعا. خاطب منظمات المجتمع المدني، يا ريت لو اي حد يقدر يروح كمان عامل لي جمعية عمومية من الساعة 8 للساعة 9. انا بتاع نجا حمادي وبتاع اسوان هجي لك ازاي؟ طب هعمل توكيل لزميلك انا هوصل لك ازاي؟ حرام عليكم فعلا. وبرضه بأكرر تاني، يظهر ان احنا واقعين تحت عيد نقط نقط نقط. اخوكم فتحي طنطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية طبعا احنا فوجئنا بموعد انعقاد جمعية عمومية يوم 2/2. ده طبعا كان بعد ما العملية الانتخابية الاولى فشلت لما شابه من انتهاكات وسلبيات، الا انهم فوجئنا برضه انهم هم بيلبونا الطلب بتاعنا، مع انهم حطونا بين شقي الرحى. يعني انت مطلوب منك اذا كنت حريص انك انت تختار من يمثلك في مجلس اداره الصندوق انك انت تدلب صوتك، وفي نفس التوقيت عندك جمعيه عموميه من 8 ل9 عشان تناقش الميزانيه اللي حضرتك ليك عليها ملاحظات. طيب انا تواصلت امبارح مع هيئه سوق المال، بقول لهم للاسف انتوا بتعاملونا احنا كشركه احدى شركات القاهره الكبرى او الجيزه او شمال ولا جنوب، دي محافظه واحده، انما احنا شركه متراميه الاطراف فيها 5 محافظات بتمثل سوهاج، جنة، الاقصر، اسوان، البحر الاحمر. الا ان احنا طبعا يعني للاسف احنا حاليا في مشكله كبيره، وللاسف ما فيش اي اذان في البلد بتستمع ان في فلوس للعاملين بتدار بطريقه خطا. في بنود احنا مش فاهمينها، احنا مش شايفين حصه مجلس اداره كام في الميزانيه. العائد اللي هينصرف في فلوس للانتخابات، العمال ما تعرفش عنها حاجه، في فلوس حاطينها للجهاز الاداري. نتمنى الجهات الرقابيه فعلا تتحمل مسؤولياتها. شكرا.